انتي بجد لسه فاكرة ان احنا بنصوم علشان نحس بالفقرة وهو ده كله المغزى من الصيام، وان احنا في رمضان بس علشان نعيش الأجواء الرمضانية ونقابل العيلة ونجرب القشطوطة والزقطوطة والحاجات الحلوة اللي ملهاش أي مصدر ولا معنى ولا فايدة في الحياة. ولسه فاكرة إن في رمضان هو تروحي تعملي سحور نايتس وتلبسي الكفتان وتعملي فيديوز على التيك توك بجاري يا جاري كده. الحاجات دي مش وحشة، ولكن أنا مش بقول إن ده هو رمضان. وبرضو على الجنب التاني رمضان مش معناه إن أنا أقعد أصلي وأقرأ قرآن وأردد أذكار وأعمل كل حاجة ببقي وبحركات جسمي من غير ما أكون متصلة، من غير ما أبقى عارفة هو إيه رمضان وأعمل إيه فيه. هو زي ما احنا اتربينا كده إنه احنا بنصوم علشان نحس بالفقراء، ورمضان حلو وبنحبه علشان الأجواء الرمضانية والأنوار وخروجات الأصحاب والعزومات والحاجات الحلوة والمسلسلات الكتير والفيديوز والاكسبيرينس. يعني أنا عايزة أقول لكم من موقعي هذا وأنا دلوقتي في اسطنبول في تركيا، عايزة أقول لكم إن للأسف النيو جينيريشن الجيل الجديد، وانتوا عارفين طبعا إن تركيا واسطنبول بلد مسلمة يعني أوكي، مساجد في كل حتة ما شاء الله وبلد ناس مسلمة، ولكن قليل جدا من الناس اللي بتصوم. ولما تيجي تسأل حد انت ليه مش بتصوم في رمضان، او رمضان بالنسبة لك بيعبر عن ايه، بيقولك رمضان حلو والقعدة مع العيلة حلوة وبحب الاتموسفير بتاع رمضان، طبعا ده شهر العبادات والناس تقرأ قرآن وتاكل بلح. ده معظم مفهوم الأجيال الجديدة في تركيا عن رمضان. رمضان بالنسبة لهم بقى حدث بيحصل في كل سنة، بنتجمع كده فيه وبنعمل حاجات حلوة وبس وخلاص. وأنا متفهمة إن في تركيا هم هنا أقرب شوية لأوروبا يعني، فللأسف بقيت حاسة بخوف شوية إن ده ممكن يحصل عندنا في مصر، إن الأجيال الجديدة ما تبقاش فاهمة يعني إيه رمضان، ما تبقاش فاهمة يعني إيه أوقف أكل وشرب وبوقفه ليه، وأنا بستفيد إيه، وأنا عايزة أعذب نفسي ليه، وربنا قاصد إيه. لأن بطلوا بقى تقولوا للأطفال أو للأولاد في المدارس إحنا بنصوم عشان نحس بالفقرة، لأن ده لما هيكبر شوية ويبقى فاكر إن أنا لما بصوم بس عشان أحس بالفقرة، أو بحب رمضان علشان التجمعات وعلشان أهلي وعلشان الأعياد والزينة والشكل الحلو والأكل الكتير والحلويات والمسلسلات والتلفزيون، فبالنسبة له هيبقى أوكي أنا I can enjoy everything without fasting. يعني why do I need to torture myself؟ يعني ليه أنا هبقى بعذب نفسي علشان أعيش رمضان لما هو هحس بالفقراء it's okay أنا حاسة بيهم I don't need to fast. ده المنتاليتي اللي موجود يعني تقريبا 80% من الناس في تركيا مش بتصوم، حتى ما بتحتفلش أصلا برمضان. يعني ممكن الأجيال الأكبر شوية أو الناس الأكبر شوية في السن، أو العائلات بقى اللي هي متدينة قوي ودي قليلة جدا. أنا جاية هنا عشان عايزة أتكلم على حاجة بس، يعني مش هخلي الفيديو طويل، بس عايزة أوضح للناس اللي مش حاسة برمضان. أنا بيجيلي كتير مسجز على الانستجرام وحتى في الأونلاين كوتشنج بتاعي اللي بعمله مع البنات، بتبقى معايا في الجلسة وبتقولي أنا مش حاسة برمضان، مش حاسة بأي حاجة. فأنا عايزة أتكلم على الموضوع معاكم، لعل وعسى إن هو ممكن يفيد أكبر عدد من الناس، ويمكن حد يشوف الفيديو ده يوريه مثلا لبنته أو لحد مش فاهم أو لحد عايز يحس أكتر رمضان. قبل ما أتكلم على أنا بعيش رمضان إزاي ورمضان بالنسبة لي بيمثل لي إيه، خليني أقول إن كل الحاجات اللي أنا اتكلمت عنها اللي بتحصل في مصر أنا بحبها. اوكي، كل مظاهر رمضان انا بحبها، ويعني بتعيشني حاجات اللي كنت عشتها في الطفولة، اجواء حلوة مع اهلي والانوار وكذا، بس الاتموسفير طبعا بتاع رمضان حلو. ولكن
مبقاش موجودة في رمضان، هو ده بس بالنسبة لي رمضان. هبدأ بحاجة مهمة، عايزة تعرفي انت بتصومي صح ولا غلط، وانت عايشة رمضان صح ولا غلط. شوفي نفسك ومشاعرك وجسمك في فترة الصيام بتكون عاملة ازاي، هو ده الترمومتر بتاعك. يعني انا دلوقتي بسجل الفيديو ده في نهار رمضان وانا صايمة، اوكي. عايزة اعرف منك انتي في نهار رمضان مودك بيبقى عامل ازاي، الانرجي بتاعتك بتبقى عاملة ازاي، مشاعرك بتبقى عاملة ازاي، بطنك بتبقى عاملة ازاي، بتحسي بجوع ولا لأ، بتتحركي في رمضان، بتتمرني ولا لأ. يعني أنا بعد ما أخلص الفيديو ده أنا رايحة جيم، عندي تمرين بتمرن وأنا صايمة. فده هو الترمومتر بتاعك. ممكن تعملي بوز للفيديو ده وتجيبي ورقة وقلم قبل ما تكملي الفيديو وتشوفي أنا بحس بإيه في كل الحاجات اللي أنا اتكلمت عليها دي. بحس بإيه في نهار رمضان، طاقتي قليلة، طاقتي كام من 10، مشاعري كام من 10، النيرفس سيستم بتاعي كام من 10، يعني بتعصب وتنرفز على أي حاجة، بتحرك كام من 10، بعمل حاجة مفيدة كام من 10، أفكاري كام من 10، بنام كام ساعة، مودي كام من 10، بحس بالجوع كام من 10، بحس بالعطش كام من 10. دي هي الحاجات اللي هتعرفك انتي عايشة رمضان صح ولا غلط، وهتعرفك إذا كنتي أصلا بتعملي فعل الصيام اللي ربنا أمرنا بيه صح ولا غلط. طيب خلينا نقول على الكومن، يعني ال 90% أو ال 80%، خليني يعني يكون شوية. ال 80% من الناس في خلال رمضان، نهار رمضان، بتبقى تعبانة، قرفانة، مش طايقة حد يكلمها، مش طايقة تتحرك، مش قادرة تمشي، مفيش طاقة، ما في بقها، مش قادرة تتكلم، ما بتعملش أي حاجة مفيدة، ما بتنزلش تتحرك ولا تعمل رياضة، بتقضي معظم الوقت بتتفرج على التلفزيون أو بتسكرول على الإنترنت، بتقعد تبص على الساعة وتعد الدقيقة لحد وقت الفطار، تقعد تتفرج على فيديوهات أكل كتير، كل ما حد يكلمها تقول له أنا صايمة محدش يكلمني، أنا صايمة ما تقولوليش اعملي كذا، أنا صايمة هذاكر بعد الفطار، أنا صايمة هعمل المشوار ده بعد الفطار، أنا صايمة هقعد أتفرج على التيفي ومحدش يقولي اعملي حاجة النهاردة. أو بتبقي بتعملي الحاجة بس you're exhausted، يعني مفيش طاقة، بتعملي الحاجة وانتي منهكة، تشوفي اعلان على التلفزيون في اكل بتبقي هتموتي وتاكلي، بتشوفي اعلان في ديزرت على الفيسبوك، الناس اللي بتجيب الديزرتس الكتيرة، ده موضوع بصراحة معصبني قوي وعايزة هتكلم فيه بعدين لو حابين قولولي. فبتشوفي ناس على الفيسبوك اختراعات رمضان، مش عارفة ايه رمضان، حلويات، وتقعدي تتفرجي وتبقي I really wanna eat this. اوه امتى بقى الفطار هيجي عشان انا جعانة وعايزة اكل واعمل وكذا. للأسف لو انتي بتمري بالحاجات دي فده معناه ان انتي صايمة عن الأكل، وده معناه ان انتي مش بتعملي فعل الصيام صح. طيب قبل ما اتكلم على فعل الصيام الصح، هو انا اصلا بصوم ليه؟ وده من وعيي ومفهومي ووجهة نظري وتطبيقي للصيام والنتائج اللي انا بشوفها وقت الصيام، لاني وصلت لمرحلة ان انا بقيت صايمة ومش حاسة ان انا صايمة، يعني الايام العادية زي ايام الصيام بالنسبة لي من ناحية الاكل والطاقة والمجهود. فهو انا اصلا بصوم ليه؟ وده يرجعنا لمفهوم ان الصيام مش صيام الاكل والشرب بس، الصيام صيام عن الشهوات، صيام عن الكلام، صيام عن حتى الافكار، صيام الروح من ان هي تبقى عايزة المغريات اللي حواليها، ده نوع الصيام. طب انا بصوم ليه؟ او ايه هو طريقة الصيام المظبوطة؟ الصيام هو باختصار، ومش هتلاقي حد بيقولك ده بكل سهولة وباختصار شديد كده، الصيام هو انقطاع عن كل
الملذات والشهوات اللي بره، ومعرفة ان انتي تاخدي طاقة وتاخدي الانرجي بتاعة الملذات دي من السورس الله. الصيام هو انك بتفضي نفسك to be like a receiver، يعني انتي بتفضي الطبق علشان تستقبلي. استقبل ايه يا مريم؟ استقبل طاقات، استقبل الهامات، استقبل افكار، استقبل سلام، استقبل حب. كل ده بيحصل في فترة الصيام. فالصيام عايز يرجعك لان انتي تعرفي ان مصدر الطاقة هو الله، ومصدر السعادة هو الله، ومصدر الفولفيلمنت او الكمالية ان انت تحسي ان انت كاملة او مش محتاجة حاجة، مصدر ده هو الله. لان في الايام العادية للناس اللي مش واعية بموضوع ان المصدر لكل حاجة حلوة هو الله، بتبقى محتاجة رمضان عشان تفتكر. فللأسف لما مش بتعيش رمضان بطريقة مظبوطة، بيجي رمضان من غير ما تحس أي حاجة، وبيخلص رمضان وكأن شيئا لم يكن. منبهاش غير المسلسلات وإن هي أكلت الأشطوطة والحياة خلصت وعدت على كده. فلازم تعرفي إن فترة الصيام دي الفترة اللي معدتك فاضية وإن جسمك فاضي. مش هتكلم علميا عن الفوائد، أوكي، لأن الفوائد العلمية موجودة في كل حتة. والناس دلوقتي بره ابتدوا يقولوا لك intermittent fasting، يعني روحي اعملي صيام متقطع، واخدينه اصلا من الصيام الاسلامي عندنا. اوكي، فمش هقولك على الفوائد العلمية للجسم ومكافحة الأمراض وتقوية المناعة ورجوع الشباب، وفوائد الصيام العلمية موجودة. أنا هنا عشان عايزة أتكلم معاكي على الفوائد الروحانية، عشان تحسي برمضان وتطلعي منه وانتي فعلا مستفيدة. فزي ما قلتلك، وانتي في فترة الصيام انتي هنا بيبقى جسمك وعقلك في اكتر مرحلة بيبقى واعي وجاهز للاستقبال. لان ليه لما بناكل ما بنقدرش نذاكر مثلا بعديها؟ لما ناكل اكل كتير ليه ما بقدرش اذاكر او ما بقدرش اركز او بحس ان أنا عايزه انام، والسكر بقى طالع في دماغي وبحس ان أنا عايزه اريح؟ ليه الروحانيات وليه الصيام؟ لانه وانا جسمي فاضي من الطاقة الدنيوية وهي الطاقة اللي بناخدها من الأكل، جسمي بيبقى جاهز وفي أشد الاستعداد لأن هو يستقبل الطاقة الإلهية. الطاقة الإلهية دي بتستقبليها من خلال إن انت تتصلي بروحك، من خلال إن انت تقعدي في خلوة مع نفسك. وده زي اللي بيعملوه في رمضان، ان هما بيروحوا يعملوا اعتكاف في المسجد مثلا. تقدري تعملي ده مع نفسك في خلوات، مش لازم تبقى خلوات متتالية ان انت تقطعي نفسك من الحياة ومن عيلتك ومن اسرتك، لا، خلوات تقدري تعمليها متقطعة. لو ساعة واحدة في اليوم تعملي نية الصيام بوعي، تعملي نية استقبال الطاقة واستقبال الروحانيات والفتوحات واستقبال الأفكار واستقبال الاتصال ده. تحطي النية وتعملي ده من خلال تأمل عشان تحسي أكتر باللي أنا بتكلم عليه. تأمل بمعنى إن أنا أرجع أعرف مصدر الطاقة فين وهو مين، وأحس بيه بينزل في كل خلايا جسمي، وأحس بيه وأحس بالطاقة، وأقول إن الطاقة معايا طول اليوم من الإله. مهما رحت، مهما فضلت صايمة، مهما وقفت أكل، مهما وقفت شرب، أنا عندي المصدر موجود معايا 24 ساعة. والمصدر دايما بيمدني بالطاقة، دايما بيديني اللي أنا محتاجاه عشان أكون قوية وأكمل يومي وأعمل اللي ورايا وألعب رياضة واشتغل من غير ما أحس بضعف ولا إلا. هتقوليلي تأمل إيه يا مريم اللي بتتكلمي عليه؟ إحنا في رمضان. طب قوليلي صلاة. هقولك تقدري تعملي التأمل خلال الصلاة، لأن للأسف معظم الناس بتأدي الصلاة حركات، بتعمل حركات الصلاة وبتقول الكلام اللي بيتقال في الصلاة
من غير أي اتصال. سبب الصلاة هو الاتصال الروحي بالله. فلو أنا بعمل بدخل الصلاة أخلصها وأطلع وما أحسش بحاجة، مشاعري ما اتغيرتش، لسه جعانة، لسه عطشانة، لسه مش حاسة ان انا كويسة. وحتى في الايام العادية لو دخلت عملت صلاة وطلعت زي ما دخلت زي ما طلعت، بس علشان يبقى اسمي عملت الصلاة اللي ورايا من غير اتصال، فانا كده بفوت على نفسي يعني 90% من فوائد الصلاة. مش هقولك ما تصليش لو انت مش حاسة بحاجة، اكيد صلي على ما الاحساس يجي وعلى ما تعرفي ازاي تصلي صح. بس الصلاة أصلا هي نوع من أنواع التأمل. الصلاة أصلا هي دعوة إن انتي توقفي الحياة الدنيا، توقفي كل الحاجات الدنيوية دي، الدنيا أوكي، توقفي الشهوات، توقفي الرغبات، توقفي الديستراكشنز، وتروحي تعيشي اللحظة مع الله، مع ربنا، وتستمدي كل الطاقات الحلوة والإيجابية وكل النور من ربنا، وتتشحني تاني، تشحني نفسك تاني عشان تقدري تكملي. فأصلا الصلاة هو إيه؟ هو نوع من أنواع التأمل. فبليز اعمليه صح واعمليه مظبوط. فالخلاصة إن الصيام هو عبارة عن تدريب ليكي إنك تعرفي مين هو مصدر الشحن، شحن الطاقات وشحن السعادة. الصيام هو مصدر ان انا جسمي بيبقى ريسيفر علشان استقبل طاقات تشحنني، مش بس خلال اليوم، تشحنني السنة الجاية كلها لحد رمضان الجاي. فانا ابقى بستخدم رمضان ده علشان اشحن طاقات والهامات ونور لحد رمضان الجاي، السنة الجاية. فأعرف إزاي إن أنا وصلت لمرحلة الصيام الصح، وإن أنا ابتديت أشحن بطريقة صح، وإن أنا ابتديت أحس بإن أنا بتواصل بروحي أكتر، وإن أنا بحس بالوجود، وبحس إن أنا مخلوق روحاني وعمالة أستمد طاقة وإيجابيات من الله. لما مبقاش حاسة بتعب جسدي خلال اليوم، لما مبقاش في حاجة بتعصبني أو بتنرفزني عشان أنا صايمة، لما بقى عندي طاقة إن أنا أعمل الحاجات اللي أنا مفروض أعملها حتى وأنا صايمة، لما ببقى متصلة وعارفة وواعية أعمل إيه وما أعملش إيه، وابقى عارفة إن طول الوقت أيا كان أحس إن أنا محتاجة طاقة أو عايزة مية أو عايزة أكل، أفتكر مين هو مصدر الطاقة، مين هو اللي يقدر يغذي الخلايا بتاعتي، مين هو اللي يقدر يديني الطاقات، وافتكر ان الطاقة من الله. فجربي وحطي النية دي وشوفي بعد كده طاقاتك هتبقى عاملة ازاي خلال الايام اللي جاية. فاطلعي من الفيديو ده وانتي اعرفي ازاي تصلي. صلي بوعي، صلي وانتي بتستقبلي بنية الاستقبال وبنية الشحن، نية ان انا بشحن من ربنا الطاقات اللي موجودة خلال رمضان والطاقة الإلهية اللي موجودة الرهيبة، وان انتي دلوقتي بتشحني منها اكبر وقت ممكن في وقت الصيام. جسمك، عقلك، روحك، خلايا جسمك، كل حاجة فيكي بتبقى مستعدة للاستقبال والشحن وقت الصيام، وقت ما انتي مش بتاكلي ومش بتشربي. فبليز اعمليها صح وخليكي واعية، وما تضيعيش عليكي فترة رمضان والصيام علشان تقدري تكملي من رمضان ده لرمضان الجاي وانتي حد تاني، وانتي شخص تاني. فعايزاكي تجربي تعملي ده بوعي، وقوليلي في الكومنتس حسيتي بايه، وطاقتك بقت عامله ازاي، وبتحسي بايه في رمضان، طريقه الصلاه بتاعتك عامله ازاي. ولازم تعرفي وتفتكري انتي تقدري تدي في رمضان نفس الاداء وانتي صايمه. يعني ما تنسيش نفسك، اهتمي بنفسك، ما تنسيش شغلك، اهتمي بشغلك، ما تنسيش تمرينك، اوكي. وعلشان تستفيدي اكتر وجسمك يستفيد اكتر، ما تنسيش جسمك
احنا هنا في holistic healing channel، يعني صفحة للتشافي الشمولي. اوكي، فانا بتكلم في الروحانيات ولكن ما تنسيش الاساسيات. اوكي، الاكل بليز لما يجي وقت الفطار اعرفي انا اكل ايه وما اكلش ايه. متكتميش نفسك، خليكي دايما خفيفة، خليكي دايما حاسة ان انا مرتاحة. الاكل التقيل، الاكل المقلي، الاكل المسبك، الاكل بكميات كبيرة، الحلويات، النشويات، كل ده بيعملك بلوكج. من بعد الفطار لحد قبل السحور دي فترة اصلا رائعة في ان الناس بتعمل فيها صلوات وبتقعد تعمل خلوات وبتقعد تركز اكتر، تشحن طاقات. فلما انا املى بطني باكل كتير يكتمني ويخليني ضربات قلبي سريعة علشان اهضم والسكر عالي وعندي خمول ومش قادرة اتحرك، خلاص كده راح التركيز، راح الريسيفر، اتملى بحاجات ملهاش لازمة، ما بقاش في مكان للاستقبال. لازم تبقي خفيفة ولازم تبقي واعية أنا أصلا صايمة ليه، ولما بفطر أنا بفطر علشان دي هي السنة وده اللي أنا المفروض أعمله، مش بفطر علشان مفيش بكرة. مش بقعد آكل وآكل وقت السحور كأن مفيش بكرة. كل ما كنتي خفيفة وبتاكلي بوعي وبتاكلي أكل صحي وعارفة اكل ايه وما اكلش ايه، كل ما بقى عندك مكان ومساحة في عقلك وفي جسمك وفي خلاياكي ان هي تستقبل طاقات رمضان وتشحن. اتمنى يكون الفيديو عجبك، واتمنى تكوني استفدتي حاجة حتى ولو بسيطة او نورلك حاجة في عقلك. جربي الطريقة دي في رمضان وان شاء الله تلحقي رمضان ده تستغليه وتستفيدي منه وتحسي بيه وتفهميه اكتر من اي رمضان تاني عدى عليكي. وهستناكي تقوليلي في الكومنتس رأيك، ولو انت ام وعندك بنت يمكن واعية تقدر تفهمني، وريها الفيديو ده، خليها تفهم تتعلم. حتى لو ابنك، فهمي اولادك يعني ايه رمضان، فهمي اولادك احنا بنصوم ليه، وعرفي اهلك يعني ايه رمضان الحقيقي وازاي نصوم بوعي. مبسوطة ان انتي فضلتي معايا لحد هنا، واتمنى ان انتي تفضلي موجودة وتعملي سبسكرايب علشان اكيد الفيديوهات الجاية هتفيدك اكتر. لو تحبي تشتغلي معايا في اونلاين كوتشنج تقدري تحجزي من اللينك تحت في البايو. اشوفك على خير، باي باي.